هواي طلبوا من عندي اسوي وجبات دايت، فاليوم راح اسوي لكم اول حلقه من سلسله الوجبات الدايت. راح اسوي لكم صدور دجاج والماش بوتيتو دايت. اول شيء عندنا هذا المي فور، راح انزل بيه بطاطا مقطعه. هنا البوتيتو طلعتها من المي، استوت عندي كل زين. اخليها رشه من الفلفل الابيض. نهرس وياه سنين ثوم ومقدار خاشوقه زيت زيتون والملح، وراح نخففه بحليب خالي الدسم. وهسه نبدي نهرس، نبقى نخلط بيه لحد ما يصير عندنا ناعم هيجي ومثل الكريمه. هنا عندي صدور 2 مال دجاج راح اتبلها. اول شي راح اخلي فلفل ابيض، شويه بصل باودر، وشويه ثوم باودر، رشه بسيطه من الاوريجانو والملح، وكميه قليله من زيت الزيتون. راح اوزع عليه البهارات، وراح اقلبه على الوجه الثاني واخلي عليه نفس المواد. نسيت اخلي بابريكا، راح اخلي بابريكا. هسه هنا الصدور صارت عندنا جاهزه. وهسه راح نجيب طاوه غير لاصقه نخلي بيها خاشوقه واحده من زيت الزيتون. راح ننزل صدور الدجاج. اهم شي بهاي طريقه تسويه الدجاج لازم نخليها 3 دقائق على كل وجه ونقلبها، لان اذا خليناها وقت طويل راح يصير عندنا صدر ناشف ومو طيب. وهسه هنا استوى عندي صدر الدجاج. شوف شلون ابيض ومستوي من الداخل وجوسي. شوف العصاره مالته قاعد تنزل، ما ناشف عندنا. نجيب الطبق مالتنا نخلي بيه الماش بوتيتو. بعدها راح اخلي بيه صدور الدجاج. بمكان السوتيه هنا استعملت طرش احمر الحجيه مسويته. على الوجه راح اخلي شويه معدنوس. وهسه الطبق مالتنا صار جاهز. كلنا نعرف انه الاكل الطبيعي يكون اطيب من الدايت، بس للامانه هاي الوصفه طعمها كلش طيب، يعني ما راح تفرقون بين الدايت والمفتوح السعرات الحراريه.